هذه المراحل هم يمثلون القاعدة الطلابية المستقبلية للمرحلة الجامعية، لمرحلة الدراسة الجامعية، وأيضا يمثلون القاعدة للكوادر التعليمية والوظيفية والتي تتصدى للمسؤوليات في مستقبل البلد. هؤلاء هم بعد سنين سيصلون إلى الجامعات، وبعد الجامعات سيكونون في الوظائف المهمة والكثيرة والمتشعبة في مؤسسات الدولة. وبالتالي هذا الانخفاض قد يؤشر انخفاضاً في العطاء والأداء مستقبلاً. واحد. الشيء الثاني أن هذا الانخفاض له انعكاسات نفسية سلبية على الطلبة، على أولياء الأمور، على الكوادر التعليمية، على مؤسسات الدولة، وعلى الوضع النفسي العام للبلد. لماذا؟ لأنه سيولد حالة من الإحباط النفسي، ضعف الثقة بالنفس، ضعف الثقة بالقدرة التعليمية والتدريسية والتربوية في العراق على النهوض بهذا الجيل لكي يكون هناك تطور وازدهار في البلد. هذه الحالة النفسية التي ستحصل تنذر بمزيد من الانحدار والتدني مستقبلاً، مما يهدد موقع العراق التعليمي والتربوي الإقليمي والدولي، وحتى يؤثر على مستقبل العراق حضارياً وفي مجالات الحياة المختلفة. لذلك من هنا إخواني لابد أن يكون هناك اهتمام وعناية كافية توازي هذا التدني والانخفاض في مستوى التعليم